السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في حلقة جديدة من قناة زيزي وبابا. النهارده بنعمل أحلى شيء. ايوه احنا النهارده بنصور من على سطح البيت، اللي هو بدأنا نجهز احواض في احواض باين مستخدمين عمليه. في هنا يعتبر صناديق او مقدمات هنحولها لصناديق عشان خاطر يمكن زرع التربه الزراعيه بيها، وهنا بنجهز برضه صندوق جديد معانا كل احتياجات من الخشب، ودي كلها زياده وموجوده بالبيت، يعني حاجات واخشاب موجوده عندنا. طب عايزة أقول لهم حاجة. بصوا يا أصدقاء، هو السطح باين شوية. ايوه احنا هيتم ترتيبه وتعديله، احنا يعتبر فضينا جزء كبير. كل ده هيتنقل، أحلى من أول. كل ده هيتنقل ويتشال وينزل. والحاجات دي كلها هنتخلص منها، البقايا دي كلها، ونخلي السطح فاضي. وهنا احنا خدنا بعض الاخشاب اللي ممكن نحتاجها في الصناديق، ومعانا هنا برضو اخشاب جاهزه ممكن تتحول لبوكسات، ومعانا هنا برميل هيتم استخدامه، وده برضو فحم، ومعانا هنا تربه مخلطه بالرمله، ومعانا هنا سماد عضوي جاي من الزرعه. سماد عضوي جايبينه، التربه جايه من الزرعه، السماد العضوي جاي من بقيه البهايم زي ما بيتم الاحتفاظ به. وهنا يعني احنا مخزنينه في الزرع، يمكن على المقرب من هنا هنشوف ده السماد العضوي، اخوه موجود في اول الزرعه شايلينه. وهنا النزع مع الموسم خلاص بدا الزرع بعد القمح وبعد الحصاد بدا، علشان خاطر نشوف عمليه الزرع. ده من هنا منظر للسطح. ومعانا هنا جبنا نشاره خشب، هذه نشاره خشب، وجبنا هنا زعف نخيل عشان خاطر هيتم بردك التبطين بيه مع الفتحات، وده فحم هيضاف بنسبه بسيطه جدا. يبقى هنا معانا التربه مخلطه بالرمله واضحه، والسماد العضوي، وهي تربه جايه اهي جاهزه من الزرعه. وهنا معانا النشاره، ومعانا زعف النخيل، ومعانا بعد كده الفحم هنحطه بنسبه بسيطه جدا. تمام. وهنا التربه بيتم استصلاحنا فيها عشان فيها بقايا وكده. هنبدا معاكم والله المستعان. هوريكم دلوقتي. تكتب جراجة بعيد عن وش الكاميرا. جاي اقول له جاي. بابا حبيبي اهو بابا. متأكدة من الصورة وزارة الرؤية أنا واضح فيها ولا لا؟ ايوه واضح فيها. واضح؟ نجيب التراب اللي انت حطيتيه هنا ده، هات الجردل الثاني. حاضر. هات الجردل. هجيب الجردلين يا بابا. تأكد من الصورة بتاعت الكاميرا. ايه؟ تأكد ان الكاميرا مظبوطة. كاميرا مظبوطة مظبوطة. اوليها عليك؟ لا بابا انا حطيت شوية جرادل من ورا، افتكرت يعني اللي هو بابا ايه اللي احنا هندقهم ونهزوهم، بس بابا ايه قال لي لا هم جايين جاهزين، ده دول كان فيهم زلط وبتاع وكده. قلت له ماشي بس الحمد لله ما زعلتش مني الحمد لله. بس ثواني هكلم حد. الو مين معايا؟ طيب سلام. اخدت بقى شايفين بابا مظبوط فيها انت مظبوط كده. هوريهم كده قد الحاجة دي. شايفين خشب، عايزين نشرب بس الخشب ونطلعوه. شايفين؟ شايفين يعني دوت ايه الحاجات الخشب. طبعا هنا كمية التراب مخلط، وجهزنا هنا برضك جزء بسيط من الفحم عشان نضيف نسبة. وهنا برضو في سماد عضوي زي ما قلنا، السماد العضوي ده مهم جدا لعملية الإنبات. هنا جهزنا باني من الحاجات اللي هي باقية على السطح، اللي احنا هنحط فيها الرمل. مين اللي تيجي في وش الكاميرا؟ اللي احنا هنحط فيها التراب. ايوه. وهنا برضو في معانا هنزرع فيها برميل، ومعانا هنا بوكسات ادي اهي، في بعض الصناديق جناح الخشبيه الجاهزه وبعض الاخشاب الزياده،
وبوكس اهو خاص بموتوسيكل، وفي بعض الخشبيات الزياده اللي احنا هنستغلها في بانيو تاني غير مستخدم اهو برضه هنحاول نستغله في الزراعه، وفي برضه موجوده فتحته. الحمد لله كده احنا يعني لقينا حاجات موجوده حاولنا نعيد استخدامها على السطح قدر المستطاع. طبعا هنا في كميه بقايا ومخلفات هيتم ازالتها، دي مسامير طالعه من الخشب وهنستخدمها. طبعا دي حاجات هيتم ازالتها من على السطح، واحنا كده يعتبر بدانا المكان ده احنا بنجهزوه على اساس ان هنبدا فيه عمليه الزراعه على السطح، هنحاول نستفيد منه. المقص دوت لده. طيب هتاخدي منها تصوري الحاجه اللي هنعملها من غير ما نظهر عنها. ماشي امسكي، تعالي من هنا اهو ده البانيو والخشب، كمية الخشب يعني كمية الخشب. لا صور هنا، حاولي يا ست تعالي بصوا نحط الليفه دي، نحاول نستخدم هنا ليف حاجات كلها طبيعيه. ماشي افتح أيوة. شويه يا جود عشان تظهر. شايفين؟ احنا عايزين كمية الزلط دي، وهيجيب زلط تاني بابا خلي بالك. لا كده كده كميه الزلط دي متهيألي كافيه. هنعمل ايه؟ لا اثناء من الزرع. بس انا نجيب كرسية وهجيب بابا خشب ايه معمول يعني. طب سواء لا مش مشكله نعمل. طب ليه الزعف يا اصدقاء والخشب ده وقعوا. هنعمل ايه فيهم دلوقتي؟ هتروح فرح طب هاجي معاك. ماشي ان شاء الله. هنا اولا يعني تم الحمد لله عمليه الزرع هنا اهو، ومعنا بقيه الشتلات، وتم الزرع الحمد لله. زرعنا هنا شتلات متفرقه بصراحه من حساب ربما حاجه تموت او كده، وشغال ايه بقيه الزرع ده، وهنيجي ان شاء الله. دي الشتلات هي من المشتل، هنا في كرنب، هنا في فلفل، في تقريبا كان باذنجان خدناه متهيألي، في باذنجان، في فلفل، في كرنب، وفي طماطم، وهنا في شمام اللي هو الصغير ده شمام. وطبعا الحمد لله زرعناه هنا، وباذن الله خير. دي اول مرحله من مراحل تعتبر تجارب الزرع، وده اللي هو الحوض بتاع البلد. وان شاء الله باذن الله هيتم اكتمال بقيه الصناديق دي عشان نعملها صناديق. وبرده الصندوق الكبير دوت هيتم تعبيته بس بعد ما يتظبط يعمل له حشو بلاستيك. وهنا برضو في صندوق خشب كبير اهو بيتم تجهيزه. بعد ما يتم تجهيزه بالابلكاش وتعبئه الصناديق واعدادها، نبتدي نغطيها بمشمع، وبعد المشمع الداخلي نبتدي نعمل بعد كده عمليه التعبئه ليه. هنا برضو شغلنا الميه هنا عشان نسقي دوت البانيو الثاني، وان شاء الله نكمل بقيه الزراعه فيه. يا بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نبدأ. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اللهم أنت المقدر يا كريم. شغلتي؟ روح افتح الحنفية على الآخر. افتح الحنفية على الآخر. باسمك اللهم نبدأ. يا رب باسمك اللهم أنت المقدر يا كريم. اشتغلت يا جودي، اشتغلت يا جودي. لا 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 ما تكتبهاش عشان ما يفلتش، هيفلت الخرطوم كده.
انا بعتمد على الزرع حبي ليا يا يسوع. هحاول اكملها لكم كاملة. ثواني. خلي الخرطوم هناك يجي، بس سيبيه هناك كده. ايوه سيبيه يعبي. حمليه عندك على حاجة. ارجع بعيد عن الحوض، ارجع بعيد يلا. بس سيب الحوض. ايوه ما كده اعتبر حوض زرع خلاص. ارجعي بعيد هناك. اسمهوش حوض. لا اسمه حوض. لا بس اسمهوش حوض. امال اسمه ايه؟ اسمه الباني. ما البانيو اتلغى بيجي حوض زرع دلوقتي. احنا كده عملنا حوض للزرع. مثلا الباني زرع. الباني زرع مثلا. طب هذا اوريهم الارانب بالبنى. لا عشان منظر البيت والحاجات مش حلوه. لسه محتاج السطح توضيب وتعديل عشان نكمل المكان ده. نعمل الصناديق والبوكسات ونشيل بقايا الخشب ونشيل الزيادات دي والمخلفات. ليهم اغنيه عن زرع. ماشي. يا زرع يا زرع يا ارضي. بس يا جودي بس حبيبي بس قولي اغنيه تبقى حافظه اغنيه. ايوه مش تالف انت وشغالي. انا تعبت من تاليفك. سلام. كده احنا ايه بدأنا عملية الشد. بابا الحمد لله تم الري بالمياه. روح انت اقفل المية. روح انت عشان بص امسكي. الدنيا قربت تليل اهي وانا اهو بصور ايوه البتاع. وطبعا اللي هي ليلت وانا برضو هنزل البس فساتين بس فساتين وبتاع عشان ايه رايحة فرح. شايفين بس خلصت من كل حاجة. فاضل شوية دول صح يا بابا؟ بابا بيحاول ايه اللي يعمل ايديه وايه يحط ايديه في المية والطين عشان ايه عشان نظام الشتل لازم الشتل أيوة. وسط المية. ايوه الزرع لازم الشتل في المية. ايوه ما انا عارفة. ما انا كنت هقول لهم كده. وفي واحدة تانية زي العلبة دي ايه بنحطوها ايه المرة الجاية. ينفع اوريهم الصندوق يا بابا؟ البوكس اسمه بوكس. البوكس ده هتقول طبعا يتحط فيه الحاجات دي. لا عادي ممكن يتعمل. بص ومنه. طب انا اقول لك انا يا بابا خلاص. لا انا هنحاول نعمل الخروج ان شاء الله. انا بس عايزه اساعدك. هو بابا خد دي. شايف كمية الطينة ديت من ايد بابا عشان ايه حط ايده في الطينة عشان يحط الزرع صح يا بابا؟ ثواني كده في حسبه ما يقع تاني. ربنا يستر. واعملوا لايك واشتراك عشان ايه ينزلكم وفعلوا الجرس عشان ايه ينزل لكم كل فيديو النهارده حتى وبكره برضه. ينزل لكم كل جديد.